هلا والله شباب طيبين، معكم اخوكم ايهاب من قناة ايهاب جيمز شانل. فيديو جديد عن كلاش رويال. اليوم عندنا فيديو عن التسريبات اللي صارت والتحديث القادم لكلاش رويال والبطاقة الجديدة اللي هي بطاقة الباندت الساحرة او حرامي او ما اعرف شنو هي. المهم هذه البطاقة راح تنزل في النزول الزاب وزر، يعني راح يصير بيها تحدي خاص، لكن هذا التحدي مالتها مختلف تماما عن تحدي الزاب وزر. هذا التحدي راح يكون ب100 جو، اول مرة مجاني، ثاني مرة ب100 جوهرة. ولكن هنا الاختلاف، عندما تحصل على فوزين باللعبة راح تحصل على 100 جوهرة، وعندما تحصل على 4 فوز راح يعطوك 8000 جولد. اذا حصلت على 6 فوز راح تاخذ صندوق ما اعرف شنو، ماجيكال، يعني ما اعرف شنو الصندوق. عندما تحصل على 8 فوز راح تحصل على 25000 جولد. واذا قدرت تتمم ال 12 فوز راح تحصل على البطاقة الجديدة اللي هي الباند، زائدا 550 بطاقة و11000 جولد. يعني فالتحدي خرافي، بكل معنى الكلمة. يعني انت من راح تطلب هذا التحدي سواء على مود البطاقة او على مود الجواهر او على مود الجولد، انت ربحان بكل الاحوال. حتى ان ما حصلت اي شيء راح يعطوك 700 جولد و10 بطاقات. وهذا مثل ما تلاحظون هذا الفيديو اللي حصلناه من اليوتيوبر الاجانب، لان سوبر سيل ما تطي الفيديوهات والنسخ التجريبية غير الاجانب، اليوتيوبر الاجانب. فبهذا الفيديو راح يختبرون طريقة اللعب هذا التحدي. طريقة اللعب راح تكون على اختيارات البطاقات، يعني انت تختار 4 وتختار خصمك 4 وهو نفس الحالة. ومثل ما تلاحظون اول فوز تحصل بالجواهر، الفوز الثاني تحصل الجولد، الفوز الثالث تحصل الصندوق، بعد جولد، بعد البطاقة الاسطورية. والاختلاف انه راح تنزل البطاقة الباندت، يعني بطاقة واحدة موجودة بكل جيم، كل مباراة تلعبها اكو بطاقة، لكن ممكن تجي عندك او تجي عند خصمك. فهنا بهذا الفيديو طلعت عند الخصم، يعني ما راح نشوفها عند اللاعب، لكن راح نشوف طريقة اللعب. اترككم ويا الفيديو عمد تشوفون طريقتها، واقول لكم الى اللقاء.